السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي حلوين، عاملين ايه؟ وحشني خالص. ان شاء الله نازله لكم بالفيديو اللي وعدتكم بيه. النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمله ايه؟ هنعمله بصل بودر. احنا عملنا توم بودر، ان شاء الله هنعمل بصل بودر. فان شاء الله تابعوني وهيبقى احلى فيديو، وباذن الله كده يطلع نجح كده معاكم باذن الله. بصوا البصله الحمراء دي الحلوه، انا ما بجيبش التانية اللي هي الحمراء، انا بجيب البصل الابيض. البصل الاحمر بيبقى ايه غامق شويه، فهقشره معاكم وابتدي نعمله ايه ان شاء الله كده. بايه نجربوا البصل البودر معاكم بدل ما نشتره بره. احنا عملنا التوم، نبتدي نعمله البصل بسبيل في بيتنا يبقى كل حاجه موجوده، حاجات بايدك وحاجات ضمناها وحاجات عارفاها معموله ازاي وحاجات مش مغشوشه ومليانه حاجات انت مش عارفاها محطوط فيها ايه. فهنعمل البصل ونجربه معاكم ونشوف بقى ايه النتيجه بتاعته. حسيت هيطلع لها الزر من تحت، خليها كده عشان بصوا ناشفه من هنا، ممكن يبقى فيها عقده من جوه كده. التوم طلع روعه وفي الاكل فظيع وريحته جميله، جربوه برضو حلو جدا. هنزله فيديو لسه قريب يعني، وقلت ايه اعمل لكم البصل، وفعلا وعدت وهعمله ان شاء الله اهو. بص يا حبايب قلبي، اللي يعرف يعمل حاجه يعملها في الزمن دوت، الحاجات غاليه، فانتي ممكن بكام بصلايه هتعملي اللي انت عايزاه. هتلاقي نفسك بصي كل حاجه عندك، ما اشتريتيش حاجه، الاكله مكلفتكيش كتير. وان شاء الله برضو هجيب لكم مقدار اللي هي السبع بهارات وهعملها معاكم. هشوف لكم باذن الله كده، هبحث عنها واشوفها بتتعمل ازاي واعملها معاكم، عشان برضو بقت الحاجات دي غاليه جدا. بس حامي قوي. بصوا حبايب قلبي البصل، ابتدي بقى بص اهي القطاعه دي كده اللي هي بتاعت الشيبسي، ابتدي ايه ابشره معاكم ان شاء الله. بصوا حبايبي اهي كده، بصوا هتنزل ايه حلقات كده، بصوا الحلقات خفيفه اهي. بصوا حبايبي ابتدي احطها في الصينيه، بصوا كده وفرطيها كده. بصوا البصلتين اعتبروا عملوا حبه حلوين اهو. حبايبي هعمل الكميه الباقيه وهوريها لكم تاني. بصوا حبايبي عملت كميه جميله اهي. بصوا انا كده هحطه على الصينيتين عشان ايه يلحق يحمر ما ياخدش وقت، واوريهولكوا بره ايه بعد التحمير. بصوا انا سبت واحده بس، اللي ما عندهوش قطاعه ما يقفش على حاجه، هيقصها يعني يعني نقسمها اتنين كده، ويشيل الحته الناشفه اللي تحت دي ويبتدي يعمل حلقات خفيفه. بصوا يا حبايبي كده، بصوا الحلقه اهي نفس المكنه اهي. بصوا برضو بالسكينه يعني ايه ما تقفيش على حاجه خالص، بالسكينه برضو هتنفع، كلها حلقات اهي. بصوا يا حبايب قلبي انا هضيفه على الصينيتين وابتدي ادخله الفرن على نار هاديه خالص.
واول ما هيطلع هوريه لكم. بصوا الجمال، فرفريه كده. اعملوا كميه قد ايه؟ دي صينيه ودي صينيه، صينيتين اهو. هحمرهم وارجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا يا حبايبي، انا حطينا كده الثوم في القلب حطينا الثوم كده في قلب البوتاجاز على نار هاديه خالص. وابتدي بقى ايه كده نغسله بقى ايه الطبقين اللي طلعناهم. بص الصابون ده انا اللي عاملاه، فان شاء الله كده هتلاقوا في اللينك يعني ان شاء الله الصابون الغسيل اللي انا عاملاه. والله يخشوا عليه جميل جدا. بصوا يا غالي، موفر وجميل جدا جدا جدا. بيخلي بقى الكوبايات زي الفل والحاجه كلها والله زي الفل. بصوا الرغبه قد ايه. خشوا بس على التوته حبيبتي كده وشجعوها وهتلاقوا كل حاجه جميله. الصابون ده انا بعمله من زيت الاستهلاك اللي هو بتاع البطاطس والبرنجان والحاجات دي كلها. مش بيكلف حاجه وبيبقى عندك كميه جميله واحلى من الصابون السائل والله. وحشاني خالص 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 خالص. يا احلى فانز، يا احلى صحاب، يا احلى حبايب، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. بص يعني انا بتشجع بيكم وليكم ان شاء الله كده يعني. شجعوني واكتبوا لي وانا اي حاجه اعملها معاكم باذن الله. ماشي يا حبايبي قلبي. انا فوجئت في حاجه كده وانا حاطه البصل على النار في الفرن زي ما قلت لكم. طبعا كان لونه ابيض صح كده. طب تعالوا بقى شوفوا معايا وصل لايه. طبعا انا لسه مستغربه وهنستنى لاخر الفيديو برضو هنشوف هيوصل لايه. بس هوريكم اللون اللي ايه عشان نبقوا ايه صادقين مع بعض. هوريكم اللون اللي انا يعني شفته واتصدمت. يعني هو المفروض يبقى لونه يعني انا فوجئت اللي هو بقى لونه روز، لونه بامبي. بصوا حبايبي، بصوا اللون وصل لايه وابتدى الميه تنشف منه. بصوا حبايبي اللون ابتدى الميه تنشف منه بس اداني اللون ده. فطبعا انا لسه ايه بحمره معاكم وهشوف الدنيا فيها ايه. ادعوا لي بقى ايه يطلع بصل في الاخر. فاستنوا معايا لاخر الفيديو نشوف برضو اللون وصل لايه. بصوا والله بصوا روز دي اللي انا مستغرباها جدا، بس قلت اقول لكم عشان نبقوا صادقين مع بعض. اهو لسه برضو ايه كده اما نشوف ما يحمر هيوصل لايه. انا متصدمه والله، متصدمه من اللون. والله ما حطيت له حاجه، انا حطاه ابيض قدامكم في الفرن وقعدت شويه بس هو ابتدى ينشف منه الميه. يعني ايه في امل شويه. ابتدي احطه في الفرن تاني وهشوف هيوصل لايه وهبقى معاكم برضو ايه خطوه بخطوه. طيب قلبي رجعت لكم اهو كمان اهو. بصوا الجمال، بصوا الفرفشه. هو الاول اداني بصراحه كده بامانه اداني لون الورد، لون كده يعني روز، لون ورد. عارفين لون الورد كده الروزي ده الهادي ده. البصل اداني كده في النار وبعد كده احمرها. بصوا فرفش
طبعا بيطلع يعني طري سنه، اول ما بيصفي الهواء بينشف زي البصل اللي هو بيتحمص في الزيت كده للكشري. فطبعا ده انشف طبعا واحسن، بس طعمه رهيب. بصوا يا حبايبي، والصينيه التانية اهي زيها. بصوا الحته العريضه هي اللي ممكن تبقى ايه طريه سنه، بس برضو ناشفه. يعني لو كل ما يكون رفيع كل ما يكون يخرفش احسن. يعني ساعات بتبقى حته كده مبشره عريضه، دي ما تحطهاش او تقطعيها رفيع على سن السكينه. انا بقول لكم كل حاجه بامانه، ليه؟ عشان يبقوا ايه صادقين مع بعض. بصوا يا حبايبي الخرفشه طبعا لو عندك ورق زبده حطيه، فمش هيلزق كده. بس برضه هيبقوا شويه بصل جمال والله. بصوا يا حبايبي اهي كمان عكس التوم. يعني التوم البودر يعني ابتدى يدي لون كده روز على طول، وابتدى يحمر معايا، وبعد ما نزل ميته ابتدى ينشف، ابتدى يحمر معايا، ما فيهوش اي حاجه. ده اللي ابتدى يديني لون غريب كده، يمكن تشوفوه كده عامل زي لون الرز. انا وريته لكم، يعني انا ان شاء الله هوريه لكم برده. انا صورته برده في سبيل ايه، انا بقول لكم على كل حاجه بامانه. بصوا حتى الكبيره مخرفشه اهي. ابتدي كده واحط بس ربع معلقه ملح، ربع معلقه ملح صغيره اهي في كل خلاط كده، حبه صغيره اهي، ربع معلقه. ابتدي اضرب. لا جامد. استنوا كده اعمل كمان حبه تاني عليه، عشان هما كده هبطوا، احط عليهم حبه تاني. لا بصوا بصوا الجمدان، فعلا بقول لكم جامد جامد يعني. بصوا بصوا المنظر، لا تحفه. بصوا حبايب قلبي، بس هو طبعا سخن دلوقتي، هيبرد وهيبقى كله بودر. دلوقتي هوريه لكم كده. بصوا الجمال، وهوريه لكم دلوقتي مفيهوش ولا تكتلات. بصوا ناعم ازاي، وبس عشان لسه الخلاط سخن. عشان اوريكم بس الايه يعني ايه ابقى صادقه معاكم اهو. بصوا بس عايزه اوريكم النعومه يعني. بصوا حبايبي اما ندخله، بصوا وكله هينزل. طبعا لو كانت في واحده كده لسه ما استوتش ولا حاجه، انا اهو كده ايه طلعت الخشن بس شويه. طبعا لو عندي كميه تاني كنت ضربتهم معاه، فيعني مش مستاهله ان انا اشغل الخلاط قدامكم. بصوا حبايبي، بصوا النعومه، بصوا التوم البودر. اتمنى يا رب تجربوه، والله تحفه تحفه تحفه. قصدي بصل بودر، انا عملت التوم معاكم، ده البصل. بصوا بصوا اللون وبصوا الشكل، بصوا الجمال. واكتبي على حاجتك، يعني انت هتعبي مثلا بهاراتك، تكتبي ده بصل ده توم ده كده. ليه؟ عشان ممكن برضو ايه مع الوقت هتنسي ده ايه وهتفضلي تدوقي. فهي ستيكر صغنون كده يتكتب. بصوا احلى بصل بودر، شايفين؟
شايفين الجمال؟ لا عملوا كمية حلوة برضو، يعني برضو هتقعد فترة مع الواحد. طبعا ده كيلو بصل ب5 جنيه، يعمل لك الشوية دول، ولا هتشتريهم ولا اي حاجة. خلاص كده دول، بصوا الجمال والحلاوة. اتمنى تجربوه، واشوفكم على خير، واستودعكم الله. وما تنسونش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تيتا حبيبتي. اسيبكم في حفظ الله. السلام عليكم.